والله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. تقديم توصيات للكتاب والقراء بانتظام فعاليات الكتب بانتظام. ميناء شمال البحر الأحمر يساهم في بناء الهوية الوطنية. أنشطة نفير تنموي طلابي. جولة جديدة من المحادثات الأمنية بين تركيا والعراق في أنقرة. مقتل 4 جنود باكستانيين و6 إرهابيين بالقرب من الحدود الأفغانية. مقتل طيارين إسر استقطاب مقاتلتين شرقي فرنسا. أفاد الكتاب وزوار معارض الكتب لوكالة الأنباء الإريترية إيرانا بأن محتويات الكتب شملت ميول كل الفئات العمرية، كما تنوعت في كونها قدمت كتبا تنويرية وتعليمية وترفيهية، وأن المعرض جزء من الأنشطة التعريفية ولا يقتصر في بيعها فقط. وأوصى الكتاب بمواصلة إقامة معارض الكتب وبحث السبل في استمرار دعم مبيعات الكتب، موضحين أن الدعم الذي قدم في العام الماضي كانت له نتائج مرضية. وأضافوا أنه تقع على عاتق الكاتب مسؤولية كتابة وتقديم المحتويات الثقافية والتاريخية من قيم المجتمع، بالإضافة إلى المهارة الفنية وتنويع في الجدوى التي تقدم للمجتمع. وناشد الزوار بدورهم تنظيم معارض وأنشطة تقديم فيها الكتب توسيع ثقافة القراءة وتعريف الجهد الذي يقوم به الكتاب للمجتمع، خاصة أن أسعار الكتب توازي الجهد المبذول. يقدم في معرض الكتاب بمهرجان إريتريا والذكرى 50 لمهرجان بولونيا 81 كاتبا، منهم 9 كاتبات تضمنت كتبهم كتب صحية وتعليمية وتاريخية وكتب أخرى بلغات مختلفة. دعا زوار مهرجان إريتريا والذكرى 50 لانطلاق مهرجان بولونيا لتدعيم المحتوى الثقافي في جناح أقليم شمال البحر الأحمر بالبحوثات لمساهمته الكبيرة في بناء الهوية الوطنية. وذكر عضو لجنة السكن والتراث في جناح السيد ولو منغستو والسيد يتام غزائي أنهم قدموا إلى المهرجان بمحتوى التراث وتقاليد قوميات التجري والعفر والرشايدة والساهو والحياة المعيشية. وفاد سكرتير فرقة الرقص التراثية الأستاذ أحمد عثمان أنه يتم عرض 5 رقصات شعبية لكل قومية. وقال رئيس لجنة الموسيقى التراثية سيد تخلويني نقاسي أنهم أجروا دراسات أولية وقدموا الآليات الموسيقية التقليدية للمسابقة. وحضر عرض الرقصات التراثية لإقليم شمال البحر الأحمر حاكمة الإقليم السيدة أسمرت أبرهة. محتوى مؤسسة للمواشي والقلال في مهرجان إريتريا مثالا على العمل المنجز على أرض الواقع. بيّن المحتوى الذي تقدمه مؤسسة المواشي والقلال في مهرجان إريتريا للعام 2024 والذكرى 50 لمهرجان بولونيا خزانات المياه الاستراتيجية والتنمية الزراعية المستمرة التي تقوم بها الحكومة بمصرفات ضخمة. وأوضح الزوار بأنهم تمكنوا من التعرف على الأرض المقدم في المهرجان على الخزانات الكبيرة التي شهدتها الحكومة في السنوات الماضية وبرامج التنمية التي تنفذها مؤسسة المواشي والقلال في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب العروض التي تعكس ثقافتنا وتقاليدنا. وقال عضو مؤسسة المواشي والقلال السيد تدروس أبراهام أن العرض سلط الضوء على الأنشطة التي تم تنفيذها لتنمية منتجات الذرة والبقوليات والحليب ومنتجات الألبان واللحوم ومشتقاته وكذا الخضر والفاكهة. في غضون ذلك قدمت 3 مؤسسات خاصة لإنتاج الأفلام تعمل في البلاد منذ فترة طويلة تجاربها، بالإضافة إلى تعريف مؤسسة سي بمنتجاتها من ألوان الجلود والشعر والوجه، وكذلك معرض للكتب. كما قدم عرضا للغذاء DMK مكمل لغذاء الأطفال بتعاون وزارة الصحة والزراعة والثروة البحرية، وعرضا للأشغال اليدوية للفنانات المنضويات تحت الاتحاد الوطني للمرأة، وعرضا لمنتجات جمعية المصممين.
وذكرت المؤسسات التي عرضت منتجاتها للشعب بأن المهرجان أصبح منصة لتبادل الخبرات والترويج لمنتجاتهم. قام طلاب مديرية أصمات بأنشطة نفير تنموية ومساعدة أسر الشهداء. وأشار منسق النفير الأستاذ محمد علي آدم لوكالة الأنباء الإريترية إيرانا مشاركة 379 طالبا في البرنامج الذي يتابعه خبراء الزراعة والمعلمين، وأنه قد تم شتل 2500 شتلة إلى جانب بناء المدرجات، كما قاموا بتنظيف مزارع أسر الشهداء في 6 نقاط بالمديرية. وأفاد مدير المدارس بمديرية هبر الأستاذ علي عبيد عن مشاركة 300 طالب في صيانة الطرق الترابية وبناء سور المدارس وأعمال حفر وشتل الأشجار والنظافة البيئية. وأفاد مسؤول التعليم بمديرية أغردات مشاركة 335 طالب من بينهم 130 طالبة في أنشطة النفير الطلابي الصيفي لهذا العام. وتقدم سيمينارات تنويرية حول الصحة والقانون للمشاركين في أنشطة النفير الطلابي الصيفي. دعا قائد مركز شرطة مديرية السنية النقيب ستيفانوسكي دانو مريم لتقوية تعاون الشعب مع الشرطة للسيطرة على الجرائم والمخالفات. وأوضح في الاجتماع الذي عقده في 9 من أغسطس لأصحاب المتاجر في مدينة تسني لأن العمل المنسق جاري منذ 3 أشهر للسيطرة على جرائم السرقة التي ظهرت في المتاجر. وأكد أن هدف الشرطة هو مكافحة الجريمة والمخالفات وتقديم الجنات للمحاسبة القانونية، مناشدا الشعب بمنع السلوك المنافي لقيم الإريترية السمحة وإبلاغ الجهات المعنية. وذكر عن تنفيذ أعمال مرضية بتعاون الشرطة مع الشعب وإدارة المديرية، وحث أصحاب المتاجر لتوظيف حراس أكفاء ووضع أموالهم في البنوك للحلول دون تعرضهم للسرقة. وحث أولياء الأمور لمراقبة ومتابعة أبنائهم وتوجيههم. ووعد المشاركون في الاجتماع لتعزيز التعاون مع الشرطة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. اجتمع مسؤولون أتراك وعراقيون كبار لإجراء محادثات رفيعة المستوى في أنقرة لتطوير التعاون في القضايا الأمنية. ودخلت الدولتان في خلاف في السنوات الأخيرة بشأن العمليات العسكرية التي تقوم بها أنقرة عبر الحدود ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور المتمركزين في المنطقة الجبلية بشمال العراق. وقال العراق إن العمليات تمثل انتهاكا لسيادته، لكن أنقرة تقول أنها ضرورية لحماية نفسها. وعقدت أنقرة وبغداد حتى الآن 3 جولات من الاجتماعات كجزء من آلية الحوار، حيث قرر العراق تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة محصورة في العراق خلال المحادثة الأخيرة التي عقدت في مارس، وهي خطوة رحبت بها تركيا. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 4 جنود باكستانيين في اشتباك مميت مع الإرهابيين بالقرب من الحدود الأفغانية، وأن 6 من هؤلاء الإرهابيين قتلوا أيضا في الاشتباك. وقال الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان أنه تجرى عملية تطهير للقضاء على المسلحين. ووقعت أعمال العنف في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد بالذكرى 78 لاستقلالها. وسبق أن سجلت أحداث اشتباك في منطقة وزيرستان الجنوبية بإقليم خيبر بختونخوا الذي يعد معقل المسلحين الذين لهم صلة بتنظيم القاعدة الإرهابي. وكشف الجيش الباكستاني أنه ينفذ نحو 100 عملية يوميا بناء على معلومات استخباراتية ضد المسلحين بتلك المناطق. وتتهم إسلام آباد أفغانستان بمساعدة المسلحين الذين يشنون هجمات مميتة عبر الحدود ضد القوات الأمنية والمدنيين في باكستان من ملاجئهم في أفغانستان. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن عنصرين من أفراد الجيش قتلا في حادث اصطدام طائرتين عسكريتين من طراز رافال فوق منطقة لوريان شرق البلاد. من جانبه أوضح وزير الدفاع سيباستيان لوكروني أن طيارا واحدا نجا من الحادث، مضيفا
أن المهمة الرئيسية للسرب هي تدريب طيارين وملاحين للجيش الفرنسي. في هذا السياق ذكرت وسائل إعلام فرنسية إن إحداهم كان طيارا تحت التمرين والآخر طيارا متمرنا. اقترب الإعصار إمبيل من العاصمة اليابانية طوكيو، ما دفع شركات الطيران إلى إلقاء مئات الرحلات الجوية وأدى لتعليق بعض عمليات السكك الحديدية. وذكرت الخطوط الجوية اليابانية أنها تخطط لإلقاء 191 رحلة داخلية و26 رحلة دولية، العديد منها يغادر أو يصل إلى مطار هيندي في طوكيو. كما قالت شركة السكك الحديدية المركزية اليابانية أنها ستلقي جميع خدمات قطارات شانكنسين فائقة السرعة بين طوكيو ومدينة نيوجي الصناعية. وكان الإعصار الذي صنفته وكالة الإرصاد الجوية اليابانية بأنه قوي على بعد نحو 690 كيلومترا قبال الساحل الياباني على المحيط الهادئ، متجها نحو طوكيو والمناطق المحيطة بها. وبحسب الوكالة فإن الإعصار مصحوب برياح تبلغ سرعتها 35 مترا في الثانية، مع هبات قصوى تبلغ سرعتها القصوى إلى 50 مترا في الثانية. ودعت السكان إلى توخي الحذر الشديد من العواصف والأمواج العالية والأمطار الغزيرة. تذكير بالعناوين مرة أخرى. توصيات للكتاب والقراء تنظيم فعاليات الكتاب بانتظام. جناح شمال البحر الأحمر يساهم في بناء الهوية الوطنية. أنشطة نفير تنموي طلابي. جولة جديدة من المحادثات الأمنية بين تركيا والعراق في أنقرة. مقتل 4 جنود باكستانيين و6 إرهابيين بالقرب من الحدود الأفغانية. مقتل طيارين إثر اصطدام مقاتلتين شرقي فرنسا. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.